طبعا كلكم عرفتوا انا فين النهارده. انا النهارده في ايكيا فرع مول العرب، افضل مكان لمنتجات الاساس واكسسوارات المنزل في مصر. اول حاجه بعملها اول لما اخش ايكيا لازم اخش اتغدى، واشهر طبق موجود هنا الميت بولز، وجبت معاه قطعه من البشاميل وتوست التوم، وطبعا ما تنسيش البيبسي بتاعي الريفيل. اشرب براحتك، خلص براحتك. يلا بينا بقى افرجكم على مطعم ومطبخ ايكيا. اول حاجه بندخل الممر وناخد العربيه المخصصه للاكل، وناخد بقى صينيه 2 3 حسب احتياجاتنا. هنا في ايكيا كل حاجه اخدم نفسك بنفسك. هتلاقوا انواع كتير من العصاير، وهتلاقي ديزرت اشكال والوان. مش هقول لكم بقى على السلطات والصوصات، كل اللي بتحلم بيه. هتلاقوا وجبات جاهزه، ووجبات انتم ممكن تجهزوها من اختياركم. والطبق الاشهر في ايكيا واللي لازم لما تيجوا هنا تجربوه الميت بولز، وسعره في المتناول جدا، وكان ب 89 جنيه. انتم متخيلين طبق فيه ماش باتيتو وسوتيه من البروكلي وطبعا كرات من اللحمه اللي عليهم الصوص الفلفل الاسود ب 89 جنيه بس. الاسعار دي ما بقتش موجوده من زمان. ودي بقى الوهم كله، من احسن المكرونات اللي كلتها في حياتي، بس سعرها صدمني صراحه جدا. لو تعرفوا سعرها اكتبوها لي في الكومنتات. وطبعا هتلاقوا هناك شوربه لسان عصفور عشان اللي عايز يفتح الشهيه، بس انا الصراحه مش محتاج. الاكل شكله شهي جدا اصلا لوحده. وهتلاقوا هناك كمان علب صوصات صغيره لازم تجربوها. ومن ضمن الاختراعات بقى اللي موجوده هناك ولازم لما تروحوا تدوقوها توست التوم. ده بقى مع اول قطمه بياخدك كده فوق السحاب. بس بقول لك ايه، ما تكترش منه عشان القولون. خلصنا، يلا بينا بقى نروح نحاسب وناخد ارخص كوبايه بيبسي في مصر ب 25 جنيه، ممكن تملاها 25,000 مره. انا الصراحه افتريت جدا اليوم دوت، بس انا دافع 25 جنيه يعني هاخد حقي تالت ومتلت. وزي ما قلت لكم اول اليوم اخدم نفسك بنفسك في ايكيا. بدات انزل اكل على الترابيزه، وبدات رحلتي في البحث عن السعاده. ايوه زي ما بقول لك كده، انا الاكل بالنسبه لي هو السعاده. وبدات رحلتي بقى مع الماش باتيتو اللي كانت بتدوب في المعلقه قبل ما تدوب في بوقي، وهم هنا بيدوها لك ناقصه شويه ملح وناقصه شويه فلفل، بس ممكن تزودها براحتك. بس انا بالنسبه لي كانت في غايه الجمال. بس كان ناقص حاجه واحده بس، تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو قبل ما تنسوا. لا بجد طعمها جامد ومختلف. دخلنا بقى على المكرونه بشاميل اللي كانت بالنسبه لي مفاجاه جدا. طعمها كان حلو جدا ومش محتاجه اي حاجه خالص غير انكم تيجوا تجربوها وتقولوا لي رايكم بنفسكم. دخلنا بقى على كفته اللي كانت تتبيلتها مختلفه تماما عن اي كفته اكلتوها قبل كده. خدت كوره في الثانيه حاولت اعرف ايه بهاراتها، بس لازم احاول اكتر. بس على مين، انا هوصل، ده انا عظمته. يا سلام بقى لما تاخد بروكلايه كده وتغرقها في الصوص ده، يا لهوي على الحلاوه والطعامه. وقد جاءت اللحظه الحاسمه اللي هاخد فيها اول قطمه من توست التوم، اللي اصلا ريحته من ساعه لما قعدت وهي عماله تلعب في مناخيري. خدت القطمه من هنا وريحت من هنا وقلت خلاص مش قادر، كفايه. بس الكرش بيقول معلش كمان واحده كفته يا عظمته. عشان الكفته كانت طعمه جدا وتتبيلتها مختلفه بالنسبه لي. بس زي ما وعدتكم هنعرف التتبيله، يعني هنعرف التتبيله. خلصت اكل وبدات اخد الاكل اللي معايا اللي فضل تيك اواي، وبدات انضف مكاني. الموضوع سهل وبسيط، صدقوني لما نتعود على النظام حياتنا تبقى اسهل واحسن. رجعت كل الاطباق للصينيه وحطيت الصينيه في العربيه، وبدات اتحرك بالعربيه لغايه لما وصلت للمكان المخصص اللي هحط فيه الصينيه. مش بس كده، تعالوا اقول لكم على ميزه كمان. هتلاقوا هنا كل انواع الوجبات اللي موجوده في المطعم متفرزه وعلى التسويه. يا دوبك هتاخد معاكم 10 دقايق ربع ساعه بالكتير في البيت وتاكلوا كل الاكل بتاع ايكيا في البيت. ومش بس كده، هتلاقوا كمان كل انواع الصوصات اشكال وانواع. هتلاقوا الديمي جلاس صوص، وهتلاقوا البافالو صوص، وهتلاقوا كمان كذا نوع من صوص الجبن. تم التعبئه بنجاح. يلا بقى بينا نجيب الحاجات اللي جايين لها مخصوص، وهعملها لكم في فيديو تاني. سلام.